صباح الفل أو مساء الفل حسب الوقت اللي بتتفرجوا فيه. أهلا بيكم في فيديو جديد من سلسلة فوتو مانيبيوليشن. النهاردة هنعمل الباترونس من فيلم هاري بوتر، ونبدأ بعد الانترو. هنعمل ارت بورد مقاسها 1784 في 1080، وهنسمي الفايل هاري بوتر باترونس. الأول هنعمل باك جراوند. هنختار من الكولر بيكر لون يكون سيان بس أغمق درجة منه. بعدها هنجيب صورة البارتيكلز ونفتح البلندنج اوبشنز ونعمل اوتر جلو. ونكتب الهكس كود ده، ونخلي البلند مود سكرين، والأوباسيتي 29%، والسايز 6. وبعدين نعمل color overlay ونستخدم نفس الهكس كود ده، ونخلي البلند مود سكرين والأوباسيتي 100%. ونعمل ماسكينج ونجيب السوفت براش ونبدأ نخفي الأطراف الحادة من الصورة. وبعدها نبدأ ناخد نسخ من الصورة ونوزعها بأحجام مختلفة علشان تملى الأرت بورد. وبعدها هنستخدم صورة هيدويج عشان نعمل الباترونس. هنجيب الماجيك واند ونتأكد ان الكونتيجوز معمول عليها تشيك والتولرنس 32. وبدل ما نعمل السلكشن هنعمل انفرس سلكشن وناخد كوبي ونعمل adjustment layer invert ونعمل لها clipping mask. وبعدين adjustment layer تانية black and white ونعمل لها clipping mask. بعدها هناخد اللايرز دي ونعمل لها convert to smart object ونفتح الفلتر جاليري ونختار stylize ونخلي الإيدج ويدز 1 والإيدج برايتنس 13 والسموثنس 15. وبعدها هناخد منها نسختين، الأولى هنسميها outer glue والتانية هنسميها twinkles، وهنخلي الفيل بتاعهم 0%. وهنخفيهم دلوقتي ونرجع تاني لللاير الأولانية ونعمل البلند مود سكرين ونفتح البلندنج اوبشنز ونعمل outer glue ونخلي البلند مود vivid light والأوباسيتي 51% واللون أبيض والسايز 40. وبعدها هنعمل color overlay ونستخدم نفس الهكس كود ده ونخلي البلند مود color dodge ونخلي الأوباسيتي 38%. وبعدها هنعمل inner glue ونخلي البلند مود soft light والأوباسيتي 75% ونستخدم الهكس كود ده ونخلي السايز 250. هنظهر الاوتر جلو ونفتح البلندنج اوبشنز ونخلي البلندنج مود color dodge والاوباسيتي 40% والسايز 250. ونظهر لاير twinkles ونفتح البلندنج اوبشنز
ونستخدم الهكس كود ده. ونخلي البلند مود ديزولف، والأوباسيتي 7%، والسايز 250. وبعدها هنجمع كل اللايرز في جروب، هنعمل منه نسخة احتياطي ونخفيها. وهنعمل للجروب ده convert to smart object، ونعمل oil paint filter stylization 9.8، cleanless 3.0، السكيل هيبقى 5.2، والبريستل ديتيل هتبقى 0.8، ونعمل تشيك على اللايتنج وندوس اوكي. وبعدها هنعمل كاميرا رو فلتر، الاكسبوجر 0.15، الكونتراست 22، الهايلايت 100، الشادوز -100، الوايتس 73%، البلاكس 34%، الكلاريتي 19، الفايبرنس -53، الساتوريشن 55. وبعدها هنعمل لاير جديدة ونستخدم الباودر براش. نفتح الكولر بيكر ونكتب الهكس كود ده، ونبدأ نملى الفراغات دي، ونخلي البلند مود سكرين. وبعدها هنستخدم صورة الريز، ونخلي البلند مود اوفرلاي، ونبدأ ناخد منها نسخ ونوزعها في الأماكن دي. وبعدها هنعمل لاير جديدة ونستخدم سموك براش، ونيجي عند الأجنحة ونبدأ نعمل الإفكت ده، ونعمل كوبي لللاير لحد ما تكون ظاهرة. وبعدها هنعمل ميرج، ونعمل ماسك، ونجيب السموث براش، ونبدأ نخفي الأجزاء دي بحيث يكون الدخان مختفي ورا الأجنحة. وبعدها نعمل البلند مود اوفرلاي، ونعمل نسخة من اللاير ونعكسها ونوديها للجناح التاني. بعدها هنعمل الكالر جريد، هنعمل adjustment layer selective color، ونختار منها السيانز، ونخلي السيان 100%، والماجنتا 100%، واليلو -100%، وبلاك -100%. وهنعمل كمان adjustment layer color lookup، ونختار منها turquoise sepia، ونخلي الفيل 55%. ونعمل آخر adjustment layer color lookup، ونختار منها drop blues، والبلند مود هيبقى color، ونقلل الفيل ل41. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لينك براشز والصور اللي استخدمناها موجود في الديسكريبشن. لو شايف انك استفدت من الفيديو ياريت تشيره مع اصحابك. قبل ما اقفل الفيديو حابب اوجه سؤال للبوتر هيدز. After all this time,